عطلة رسمية للمدارس التي يكون دوامها ظهري ومسائي لهذا اليوم بسبب الأمطار في هذه المحافظة اللي راح نذكرها إن شاء الله لكم ونوضحها من خلال هذا الفيديو. اليوم محافظة عراقية وبشكل رسمي وجهت كافة المدارس في المحافظة بتخويلهم لإعطاء عطلة رسمية لهذا اليوم، وخاصة المدارس اللي دوامها ظهري أو مسائي وحسب ظروف المدرسة وموقعها الجغرافي بسبب الأمطار اللي صارت. فمحافظة المثنى حاليا هي أول محافظة عراقية وجهت أو خولت مدراء المدارس بتعطيل الدوام المسائي. باقي المحافظات لحد هاي اللحظة هي دوام رسمي. مثل ما تعرفون حاليا يعني أمطار غزيرة في معظم المحافظات العراقية، فحاليا فقط هاي المحافظة انطت صلاحية تعطيل الدوام، يعني بكيف مدير المدرسة حسب الموقع الجغرافي حسب ظروف المدرسة. ومدارس يعني راح يكون دوامها طبيعي، وكمدارس راح تعطل الدوام. فأكيد إذا محافظة ثانية عطلت الدوام راح نبلغكم بالقناة أول بأول.